يلا قول قول. قول لهم باي. قول لهم باي. قول لهم حطوا لايك. حطوا لايك. هاي يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قد الدنيا والله. انا اسفه ان انا غبت عليكم الفتره دي، بس سيمور كان تعبان من بعد الفطام كده، حصل له زي دور جفاف كده، بقى يرجع ويسيل، بهدل لي البيت، بهدل لي السراير، خلص هدومه كلها وكنت محتاسه يعني، فسامحوني والله. النهارده جايه لكم هنعمل عظمه. ايه عظمه بقى النهارده يا رورو؟ المهم هنعمل دلوقتي الفطار عشان خلاص المغرب فاضل عليه ساعه ونص، يا دوب نطبخ ونصور. دي حله في نصها فيها ميه، فيها بصلايه، فيها نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، نص معلقه كاري، ونص معلقه ملح. اوكي، دي كيكه واحده. هنعمل ايه بقى بالحله العظيمه دي؟ هنجيب فرخه او فرختين على حسب المتاح عندكم. اوكي، هنقطع الفرخه يا جماعه ل8. 8 ازاي؟ 8 قطع. ازاي 8 قطع؟ ازاي بنحول فرخه 8 قطع؟ بنجيب الورك بنقسمه 2 خلاص، والصدر بنقسمه من النص بالطول، ونقسم الصدر على 4، يعني كده زي الزائد الصدر والورك، كل ورك بيتقسم 2، فبالتالي بتبقى معانا القطعه في الحجم ده. ده طبعا زور بجنيه، فاهي ده قطعه الصدر، ده ربع الصدر. اوكي، بنقطع طبعا دول فرختين مش فرخه واحده، بنقطع الفرختين، او على حسب لو حد عايز يعمل الطريقه دي بفرخه واحده مفيش مشكله. بنقطع الفرخه 8 قطع اهو، ده نص الورك، يعني ده الورك بنقسمه كده. اوكي، انا عارفه ان في ناس كتير فاهمه، بس في ناس بتبقى لسه المطبخ جديد عليها، فعشان كده بس بوضح. هننزل بقى خلاص، الميه هي هتغلي. تبلنا الشوربه زي ما قلت لكم كده، توم باودر، بصل باودر، كاري، بصلايه، ملح وفلفل اسود. هننزل بقى بالفرختين كده على الشوربه العظيمه دي، ونسيبها تغلي لمده نص ساعه. ايه ده؟ انتوا ناسين تحطوا اللايكات على فكره. بصوا شكلي فظيع، انا عارفه عشان الصيام وعشان فتره تعب سيمور، فمفيش اهتمام بنفسي، مفيش اي حاجه خالص. مكسله الفتره اللي فاتت دي ان انا حتى اقف قدام المرايه. انتوا عارفين بقى شهر رمضان والصيام، فالواحد بيخف في الميك اب والحاجات دي، فمعلش يبان شكلي مرهق شويه. حطوا لايك ويلا بينا نحضر التتبيله العظيمه اللي اول ما الفراخ دي هتطلع من الشوربه هتتعمل فيها. لسه ما حطيتوش لايك؟ الفراخ استوت كده، فات نص ساعه حلوين. هنعمل ايه بقى؟ هنطفي النار. اوكي، هنجيب مصفى زي دي كده ونطلع الفراخ فيها. لازم نصفيها من الشوربه كويس قوي، وننزلها في علبه كده علشان نبتدي نعمل لها الخلطه السحريه بتاعتها. اوكي، نص ساعه، ما بنسيبهاش تستوي اللي هو السوا اهي. بصوا لونها بس. شايفين بقى الشوربه العظيمه دي؟ شايفين شكلها؟ دي اللي هنعمل بيها الرز بتاعنا، اللي هناكل منه احلى طعم بسبب الشوربه دي. اوكي كده الفراخ خلاص هي استوت. يلا نشوف هنعمل فيها ايه. متنسوش اللايك. يلا قول قول. قول لهم باي. قول لهم باي. قول لهم حطوا لايك. حطوا لايك. سيمو مملط من تحت عشان بيسهل كتير، فكل شويه تقريبا بنغير له، هو لابس بامبرز ده. لقيت النور. ماشي، يلا يا سيمو قول لهم حطوا ايه. خد سيمي. بصوا يا حلوين، في نفس العلبه اللي كان فيها الفراخ على حبه الشوربه اللي طرطشوا دول، هننزل بكوبايه دقيق، كوبايه الا ربع يعني، مش كوبايه كامله. اوكي، وهننزل عليها بمعلقه من النشا، معلقه كده محترمه. اوكي، وهننزل عليها بمعلقه بيكنج باودر، هو معلقه يعني عشان انا كنت واخده منه الحاجه قبل كده. اوكي، وبعدين هنجيب الكوبايه المحترمه بتاعتنا دي ونحط فيها معلقه كربوناتو. اوكي كده معلقه كربوناتو، وهننزل كده بشوربه الفراخ العظيمه بتاعتنا على الدقيق ده ونقلب. احنا عايزين العجينه دي زي عجينه الكيكه كده، لا هي خفيفه ولا هي تقيله، تكون سايله في نفس السمك اللي انتوا شايفينه ده. نقلبها كويس كده. اوكي
اهي نفس السمك كده. كوبايه شوربه فراخ كده، يعني ايه، كوبايه الا ربع كده شوربه، مش كتير. فاكرين معلقه الكربوناتو اللي حطيناها في الكوبايه دي؟ هننزل عليها كده بحبه خل كده، وهنبتدي نقلب. اول ما نلاقيها تفور ونروح نازلين ايه على الدقيق، وهنقلبهم في الدقيق بتاعنا. خلاص هنجيب بقى رشه فلفل اسود ورشه ملح، رشه ملح مش كبيره قوي كده، وهنقلب تاني. خلاص كده، وهنجيب الفراخ بتاعتنا ونعملها كده في الخليط ده، يعني هنغلف الفراخ بالخليط كده. خلاص كلها بقى، كل الكمية اللي معانا، واللي يتغلف اركنوه على جنب عشان ايه، تطمنوا ان هي كلها اتغلفت يعني. اللي عايز بقى يعمل بسباتشولا يعمل، اللي عايز يعمل بايده. انا بحب اعمل حاجة بايديا بصراحة. في ناس بتقرف وفي ناس بتحب تستخدم معالق، على حسب بقى كل واحد، كل شيخ وليه طريقة زي ما بيقولوا. بس دي الخلطة السرية بتاعت الفراخ. اوكي، طبعا انا مضاعفة كمية الدقيق علشان انا عاملة فرختين. لو حد هيعمل فرخاية واحدة يحط نص كوباية الدقيق اللي انا حطيتها، يعني فاهمين؟ تقللوا الكمية على حسب، لو هتكتروا تعملوا مثلا 3 فرخات، لو عزومة مثلا وعازمين ناس وهتعملوا 3 أو 4 فرخات، تزودوا تضربوا الكمية. يعني الفرخة بتاخد نص كوباية دقيق، الفرختين كوباية أو كوباية إلا ربع، يعني أنا دي عاملاها كوباية إلا ربع. فانتوا بقى بتقيسوا الكمية، وطبعا التوابل والحاجات دي بتظبطوها برضو على كمية الدقيق. اوكي، عشان بس محدش يتلخبط ويعمل حاجة وبعدين يرجع يقول العجين كان كتير، وحرام الحاجة تهدروها. يعني ما بحبش الحاجة تهدر معايا، فبعمل الكمية على قد المعيار اللي انا عاملاه. ودي كانت اخر عصاية معانا. بس كل شوية بقى ايه تقلبوها شوية كده، بنسيبها بقى في التتبيلة دي كده يعني لمدة ربع ساعة. هي كده كده اتغلفت بيها، بس كل شوية نقلبها يعني عشان نضمن ايه ان الفراخ كلها مغلفة. يلا يا حلوين نجهز الرز. هننزل بمعلقتين زيت في الحلة. اوكي، رز جامد قوي، الريزو اجمد ريزو هتاكلوه. وهنجيب كام شريحة بانيه، حوالي 3 شرايح بانيه متقطعين مكعبات، وننزل بيهم كده مع رشة فلفل اسود عليهم، ورشة ملح، وهنقلب البانيه. ايه بقى في البانيه العظيم ده، هناخده كده من الحلة في الطبق كده، هيبقى بالشكل ده يا جماعة. اول ما يوصل للون ده تشوح خلاص. شايفين الصوص الرهيب اللي في الحلة ده؟ الصوص ده بقى عظمة عظمة. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بصلاية مبشورة وننزل بيها. اوكي، دي طريقة الرز الريزو. اظن انتوا كده فهمتوا الاكلة ايه. وهنشوح البصلاية كده في الحلة شوية حلوين. البصلاية اتشوحت، هنجيب فصين توم مفرومين وننزل عليها نشوحهم دقيقتين كده، ان هو تقلبتين يعني. وهنجيب الرز المغسول متصفي ننزل على البصل كده، وهنقلب البصلة في الرز. خلاص قلبنا البصلة مع الرز. هننزل بقى بقطع الفراخ بتاعتنا على الرز
والبصل. اوكي، وهنقلب. شايفين الحبة دول؟ طبق كده يعني ربع كوباية صويا صوص، هننزل برضو عليها كده وهنقلب. كمية باربيكيو، يعني هو ربع كوباية باربيكيو. هنقلب. اظن مفيش حلاوة ولا جمال ولا لون احلى من كده. وهننزل بمعلقة كاتشب. يبقى كده حطينا الصويا صوص، الباربيكيو، الكاتشب، وهنقلب. وبعدين هنجيب مرقة الدجاج اللي هي الفورية دي وننزل بيها على الرز. انتوا عارفين انا مش بحب احط مرقة دجاج، بس هي الوصفة كده يعني لازم نحطها، شر ولابد منها. اوكي، الخطوة الجاية بقى هننزل بالشوربة، نسقي الرز بتاعنا. شوربة الفراخ اللي سلقنا فيها الفراخ يا حلوين. اوكي، دي الشوربة اللي اتسلقت فيها الفراخ، الشوربة الدسمة العظيمة. هغطيه على نار عالية، واول ما يستوي ما يشرب ميته هنوطي النار. في سوسو واقفة، في سوسو واقفة تقولهم حطوا ايه يا سوسو؟ حطوا لايك. حطوا لايك. هنلم بقى الحاجات دي يا حلوين ونجهز الخطوة الأخيرة للفراخ. هلم الدوشة اللي حواليا دي ونجهز آخر خطوة للفراخ عشان نبتدي نحمرها في الزيت. اوكي، انا مش آخر حاجة يا حلوين معانا هنجيب شوية دقيق ونحط لهم رشة فلفل اسود، معلقة. اوكي، رشة كاري، رشة ملح. اوكي، وهنقلبهم كده. وهنعمل ايه بقى؟ هنجيب ميه، بصوا هنطرطش الميه كده ونعمل الدقيق كده اللي هو عايزينه يبقى زي القشر كده. بصوا هنعمل ميه كده طرطشه خفيفه، ونعمل الدقيق كده اللي هو يبقى زي قشور السمك، تحسوا ان هو مكتل في بعضه كده، مش دقيق مفرول، عايزينه مفرول. ايوه، هي دي المصطلح الصحيح اللي انا عايزه اوصله لكم. شايفين عامل ازاي؟ احنا عايزينه بقى كده. فرولة الدقيق دي خطوه مهمه يا حلوين، ما تتخطوهاش عشان بتفرق معاكم في القرمشه وفي الشكل. خلاص كده يا حلوين، ده بيبقى شكل الدقيق. بصوا تحسوا ان في كتل كده، قطع، مش عادي. نقلب الفراخ في العجين السايل كده. بصوا بنغطسها في العجينه وننزل بقى بالدقيق على الدقيق على طول كده اهي. بصوا كده، وننزل على الدقيق نغلفها بقى كلها بالدقيق. اوكي كده، مرة 2 3 نقعد نقلبها في الدقيق كده. بنبقى مجهزين حاجة بقى كده نحط الفراخ فيها زي بصوا اهي. بصوا تك عليها جامد من كل الاتجاهات كده اهو، بيبقى ده شكل الفراخ. ونحطها في حاجة كده زي منخل او مصفى او اي حاجة اهي. شايفين انتوا قشور الدقيق؟ هو الشكل ده اللي انا قصدي عليه، ان هي تبقى بالشكل ده، مش بس متغلفة بالدقيق، لا واخدة الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اوكي اهي اهو، انا بحطهم في المنخل زي ما انتوا شايفين كده. خلص بقى الكمية دي وارجع لكم عشان نحمرها ونشوف بنسويها ازاي. يلا يا حلوين، المغرب خلاص. بصوا ما شاء الله، دول فرختين. طاسة فيها زيت غزير بقى ولا مش غزير، المهم الزيت سخن ويكون غزير شويتين 3 كده. وننزل بسم الله بالفراخ، ما نقلبهاش غير لما تاخد لون. اوكي، مش هنقلبها ولا نعمل فيها اي حاجه غير لما تاخد لون الذهبي الجميل.
ننزل بالحته الصغنطوطه دي في النص بس. تعالوا نبص بس على الرز. الرز تا 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 تا، شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم ريحته جوعتنا والله يا جماعه، الريحه فظيعه فظيعه. هو كده استوى. نحكي عليه. تسلم ايدك يا ماما. استنى يا حبيبي. ريحه تحفه. ريحه الرز قلب المطبخ، ريحه الرز فظيعه. خليكوا بقى معايا في الفراخ علشان تشوفوا التسويه بتاعتها. طبعا النار مش واطيه، النار عاليه. مامي نعم يا العصاير انا طلعت العصاير. ننزل بس الكوبايات. ممكن نحط حته هنا كمان. لا سيبي عصير. في صينيه انا طلعتها. تعالوا كده معانا هناك. اطلعوا. انا جهزت الاطباق اللي هنغرف فيها الرز. وده عصير تمر كنا عاملينه امبارح، اللي هو التمر اللي بيتبل ويتعصر. وده عصير تفاح هوريهولكوا عشان اللي عايز يشتريه. دول النوعين اللي موجودين، كل يوم بعمل لهم حاجه جديده يعني. اوكي، انا هوريكم عصير التفاح. نوع اهو اسمه تفاح عمان. هو ده اللي في الازازه دي، عشان محدش يقول لي هتفطريهم على مرندة. ده مش مرندة، ده عصير تفاح باودر، بس طعمه حلو. جبت المانجا وعجبتني وقلت نجرب التفاح، بس طعمه عجبني قوي لان انا عاملاه من امبارح من بعد بعمل العصاير من بالليل يا جماعه علشان بظبط سكرها. ما بعملش العصير وانا صايمه، يعني لما بيبقى فيه، تعالوا عند الفراخ بمرجحكم، لما بيبقى فيه عصير بعمله من بالليل بعد الفطار، فاهمين؟ مش بعمله وانا صايمه. يعني العصاير دي اولا علشان يبقى ساقع، اوكي. ثانيا علشان اكون ظابطه سكره، لان وانا صايمه مش هعرف ادوق السكر بتاع العصير كويس. فالافضل، دي نصيحه، تعملوا العصاير من بالليل، تحطوها في التلاجة، تظبطوا سكرها وتحطوها عشان تاني يوم على الفطار تبقى ساقعه وجاهزه. بس انا كل يوم بعد ما بنفطر بقف اعمل العصاير بتاعت اليوم اللي بعديه يعني. شوف بقى يشربوا ايه، تفاح، برتقال، مانجا، خمر، صوبيا كده يعني. اهي بصوا، تحفه تحفه. بصوا بنقلبها لما بتبقى واخده اللون ده. اول ما تاخد اللون الكيوت ده نبتدي نقلبها على الوش التاني. دي عايزه تتقلب ما بتاخدش وقت كتير يعني، خصوصا ان احنا سلقينها. هي تعتبر مسلوقه مستويه مرتين مش مره واحده. هنفطر ونقف نعملها. انا كده كل يوم بعد الفطار والله يا جماعه، انا كل يوم بعمل اكل وحاجات حلوه كتير، بس ما بصورش عشان مقريفه. بس لما بيبقى في طفل عندي في البيت تعبان، هي عاده فيا، مش بعرف اقف قدام الكاميرا واصور واتعامل عادي يعني، فبيبقى نفسيتي ومودي مش حلوين، فاهمين؟ بس عشان سيمو بس كان تعبان. لكن انا كل يوم والله بعمل لهم حاجات حلوه هنا في البيت وحلويات وحاجات تستحق تتصور يعني. الرز طالع ايه فظيع. ايه الريحه دي؟ ايه الجمال ده؟ الله، شامم الريحه؟ اخد الباقه دي ولا ريحته فظيعه. ايه؟ اخد الباقه دي؟ خد يلا، خد الاطباق. سامح تحس انه كان شغال في مطعم بيشيل بالثلاث اطباق. خلاص يلا بينا نخرج الفراخ. وانا وقتي زنقه ازاي ومعاكم خطوه بخطوه، عشان عارفه ان انا مقصره والله، كلنا مقصرون. هاتي معايا يا فندم. صوريني يا سيدي. كتير
في الصينية اللي بطلع فيها. يلا ننزل بالباقي كده كده يا جماعة. كنتاكي مقاطعة ماشي، احنا مقاطعين، وغير مقاطعة هو غالي اوفر. شوية فراخ قد اللي عملناها الفرختين دول معلش مش هيكلفونا. البوكس الفاميلي ده بنجيبه ب1000 وشوية. ال1000 جنيه دول تجيبيلك بيهم 4 فرخات وتعملي قد اللي انا عاملاه ده مرتين. فتعملوا بنظافة وعزموا اللي عايزين تعزموه، ولولادكم عاملينها بايديكم نفس الطعم، ما كانتش احلى يعني بصراحه مامي خدتوا معاك اي حاجه احلى من KFC. وكمان حضرتك مش بتدعمي اسرائيل. ما اسمهاش اسرائيل، اسمهم اللي ما يتسموا. ها ايه رايكم؟ طعم وريحه وقرمشه. ولسه هنزله بس هنا عشان السخونيه. تسلمي يا روح قلب ماما. ريحة طعمها حلو قوي. دقتي؟ يسوس فطرتي قلتي الدعاء؟ طب هاتولي كوبايه عصير والنبي. عصير تفاح عشان ادوق واقول للناس رايي فيه. لا كل واحد اخد نص عشان كنا نفطر بقى كده وبعد الفطار ناخد بقى كده. الله. اهم حاجه في صدر. كلها صدرين. ما هي جبتولي عصير. شايفين العيال؟ والله هفطر على ورك، والله هفطر على ورك. ايه رايكم؟ شايفين الصينيه مغريه قوي. نفطر على ورك. يلا نفطر على ورك. افطر على ورك واخونكم. تحفه. بصوا هقول لكم الصراحه، هو عامل زي الميرندا بس من غير صودا. يعني طعمه زي الميرندا التفاح بالظبط بس من غير صودا. ده افيد للاطفال عشان الصودا وحشه. الصودا بتكسر التيست. اتخلعت. طب خدوا الصينيه ولا خلاص انا هطلع بس. اديني فطرت معاكم بس كويس كده عشان الرز يكون بارد شويه لان الرز موحوح. سيمو اديته عجب سيمو. ما هو طبعا لازم يعجب سيمو وام سيمو. ما تتقلب يا ورد. انت عايزه تديله عصير؟ طب حطي يا سنة الشاي باللبن ده في الكوبايه اللي انا لسه شاربه فيها دي الصبح وحطي له عصير. بس انا من رأيي ما تحطلوش عصير دلوقتي عشان ياكل. مامي شطهم فيها مامي هيشد. شطهم فيه جدا. ما هو كده مش هيعرف ياكل زي الناس. ايه دبابيس؟ دبابيس KFC. مش كلها دبابيس مفيش دول. انا عارف. مفيش دول. انت بتحب السيمو صح؟ لا. تعالى يا سيمو خد الهدوم. حلوين. يلا تعالوا بقى نروح نفطر بالصينية العظيمة دي. بصوا اتفضلوا معانا، ولا دفعنا 1000 جنيه ولا أي حاجة أهي. يلا. وبما إن السفرة مصرية وكنتاكية لازم رامز يكون شغال. أنا مش عايزة تفاح، أنا كنت عايزة تمر. خلاص بس اشربها شوية. يلا قولوا بسم الله ودوقوا يلا عشان نقفل. بسم الله. تعالى. السمور بيتقفش بعد الاكل وياكل يا جماعه. بسم الله. اهم حاجه الفراخ. حطها. تعالي. انا فين الصدر بتاعنا ماما؟ مامي في ورك؟ تعالي. دي رز. دي رز. عايزة ورك؟ رز. الله. واو. كوكو. مامي اديله دايما. ما هو. كوكو كوكو كوكو. الله. خدي كوكو مسكيها في ايدي. كوكو حلو. بصوا يا جماعه من جوه عامله ازاي؟ تحفه. مامي ممكن اعرف فين الصدر؟ اهي ده الصدر. سامح بيحب الصدور.
العصير ده حلو، جربوه. ايه الفراخ عامله ايه؟ بس حلوة جدا. اقعد يا سيدي، اقعد قول ماما. يلا يا حلوين، وعجبك. خد خد خد. انزل بقى بوركة، اسرح. مش يلا هتيجي في دماغكم. كل الورك وتعالي. ولا ايه؟ ما قلتوش رايكم في الفراخ؟ تحفة. تحفة. يلا هتقولوا نحطوا ايه؟ حطوا لايك.